النهارده عن كارت اسمه الديبت كارد أو بطاقة الخصم الفوري. المفروض إنك أنت لما بتروح تفتح حساب في البنك، كلنا فتحنا حسابات في البنوك واستلمنا كارت. الكارت ده هو بنسبة 99 أو 100% كمان هو كارت اسمه ديبت كارد أو بطاقة خصم فوري. إيه الكارت ده بمختصر أو سريعا كده؟ هو بيخليك الفلوس اللي في حسابك، لو أنت في 100,000 في حسابك واستخدمت الكارت ده في إنك تسحب سحب نقدي على أي مكان ATM، سواء للبنك بتاعك أو أي بنك تاني، أو تشتري حاجة أونلاين سواء ستورز داخل مصر يعني، أو إنك تشتري حاجة أوفلاين من أي تاجر من التجار عن طريق المكان POS بتاعتهم. استخدمته مثلا في شراء أو في سحب 1000 جنيه، هيتبقى لك في الحساب 99,000 جنيه في نفس اللحظة ال1000 جنيه. فده بالنسبة للديبت كارد. هو الفلوس اللي في حسابك هتستخدم الكارت بتاعك في إنك تسحب أو تشتري، تتخصم في نفس الوقت، فبالتالي الكارت بيطلع على فلوسك اللي في الحساب. هو يعتبر مراية، أنت حاطط في حسابك 100,000 جنيه، الكارت يكون فيه 100,000 جنيه. وفي ناس برضو اللي بتعمل شهادات، عشان في مصطلح بيختلط عند الناس يقول لك أنا عايز فيزا للشهادة بتاعتي، ويكون أصلا فاتح حساب. لا، الشهادة بتنزل لك فايدة في الحساب، والحساب كده كده أصلا عليه الفيزا اللي هو فيه مراية، الرصيد اللي في الحساب بيظهر على الفيزا، فأنت بتستخدمها في معاملاتك عموما. في بعض البنوك بتعمل حاجة اسمها برنامج ريوردز كلاب أو برنامج نقاط مكافآت. في البنك الأهلي اسمه برنامج الأهلي بوينتس، في بنك مصر اسمه BM ريوردز كلاب، وتقريبا في بنوك تانية هتلاقيه برضه موجود. تشيك بس مع البنك بتاعك إن الكارت بتاعك أصلا إليجيبل أو متاح ليه إنه يستفيد من البرنامج بتاع نقاط المكافآت ده، لأنك أنت لو بتستخدم الكارت بتاعك في الشراء أونلاين أو أوفلاين ستورز من على POS، فأنت بنسبة كبيرة لو مشترك في BM ريوردز كلاب أو لو أنت في بنك مصر يعني، أو مشترك في النقاط المكافآت ده، هتستفيد جدا، لأن كل جنيه بتصرفه عن طريق الكارت ده بيرجع لك نقاط في البرنامج ده، وكل ما تجمع عدد معين من النقاط بتقدر تستبدل النقاط دي بكاش باك يرجع لك في الكارت بتاعك أو في البنك بتاعك، أو يرجع لك في صورة ريسيت في أي ويب سايت من الويب سايتس أو تاجر من التجار المتعاقدة مع البنك بتاعك على إن هي تستبدل الريسيتس بتاعت البرنامج نقاط المكافآت. ده كان في عجالة الديبت كاردز. تابعنا في الفيديو اللي جاي عشان نتكلم عن بريبيد وكريدت كارد إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. شكرا.